عاجل: حقيقة اعتزال حكيم زياش اللاعب الدولي. مصدر يكشف تفاصيل لقائه مع الركراكي في الدوحة. ولكن قبل الخوض في التفاصيل المرجو الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب حتى تتوصلوا بكل الأخبار الحصرية المغربية. في ظل تداول أنباء مثيرة للجدل عبر بعض المنصات الرقمية، زعمت اعتزال النجم المغربي حكيم زياش اللاعب دوليا. خرج مصدر مطلع لينفي هذه الشائعات جملة وتفصيلا، مؤكدا أن لا أساس لها من الصحة، وأنها مجرد اجتهادات غير دقيقة تهدف إلى إثارة البلبلة في صفوف المنتخب المغربي قبل الاستحقاقات القارية المقبلة. وأوضح المصدر أن غياب زياش عن آخر تجمعات أسود أطلس، بما في ذلك المعسكر المرتقب في يونيو، لا يعني أبدا نهاية مشواره مع المنتخب، مشيرا إلى أن اللاعب لم يصدر عنه أي تصريح. وفي سياق متصل، كشف المصدر ذاته عن لقاء جمع المدرب الوطني وليد الركراكي بالثنائي حكيم زياش ورومان سيس مؤخرا في العاصمة القطرية الدوحة، حيث ناقش معهما مستقبلهما مع المنتخب الوطني. وأبلغ الركراكي اللاعبين بشكل واضح أنهما لا يزالان جزءا من مخططاته الفنية، شرط استعادتهما لمستواهما المعهود على الصعيد البدني والتنافسي. وأكد أن زياش تقبل توجهات الجهاز الفني بروح إيجابية، ولم يظهر أي تحفظ أو إشارة تفيد بعزمه الانسحاب من المشاركة الدولية، وهو ما يضحك كل ما يتداول عبر بعض الصفحات الغير موثوقة التي تسعى إلى خلق أجواء من التشويش. وختم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن العلاقة بين حكيم زياش من جهة والجهاز الفني والجامع الملكي المغربي لكرة القدم من جهة أخرى لا تزال قائمة على أسس قوية من الاحترام والثقة المتبادلة، مشددا على التعامل مع جميع اللاعبين سواء الحاضرين أو الغائبين مؤقتا يتم وفق رؤية احترافية تهدف إلى ضمان تماسك المجموعة والتحضير الأمثل لنهائيات كأس أفريقيا 2025 التي تشكل محطة مهمة في مسيرة الكرة المغربية.